يلا نعمل مع بعض بسكوت العيد بالنشادر، هش وخفيف ودايب دوب وريحته بجد هتقلب الدنيا. وكمان هنعمله مع بعض على ايدينا من الاول للاخر بمقادير مظبوطه، من غير مضرب ومن غير عجان، وبجد هتتفاجئوا بالنتيجه بتاعته. لو لسه مش مشتركه معايا في القناه اشتركي وفعلي زر الجرس، ويلا نشوف عملنا البسكوت الدايب ده ازاي. احنا النهارده مع بعض عملنا 3 كيلو من البسكوت، بس انا هقولك مقادير الكيلو بحيث براحتك تعملي الكميه اللي انت عايزاها. لكل كيلو من الدقيق احنا بنستخدم 400 جرام من السمنه. لازم السمنه يا جماعه بتاعتنا تكون ساقعه. 400 جرام بما يعادل كوبايتين من السمنه، و350 جرام من السكر يعني كوبايه ونص، 4 بيضات ونص كوبايه من اللبن الدافي، معلقه صغيره نشادر، معلقه صغيره فانيليا، ذره ملح، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، وريحه الموز او ريحه البرتقال زي ما انتي حابه. هنبتدي ندوب السمنه بتاعتنا. طبعا احنا زي ما قلت لكم هنستخدم كل حاجه بايدينا من الاول للاخر. احنا بنعمل البسكوت بتاعنا من غير عجان ومن غير مضرب، وبجد النتيجه بتاعته بتبقى تحفه. هندوب السمنه بتاعتنا كلها زي ما انتم شايفين، وبعد ما ندوب السمنه هنحط السكر البودر بتاعنا. شايفين يا جماعه بجد الكريمه حلوه ازاي ومفرغه كده وهشه ازاي؟ شايفين بجد ما شاء الله تحفه. اول بقى لما تلاقي الكريمه بتاعتك وصلت للون الفاتح ده هنبتدي نحط البيض بتاعنا. بس هننزل البيض واحده واحده، ما ينفعش نحط كميه البيض كلها مع بعض. بتحطي بضايه بضايه وبتدوبيها في الكريمه، وبعد كده بتخلصي كل كميه البيض. زي ما انت شايفه لازم البيض يختفي تماما قبل ما تحطي البيض اللي بعده. كده دوبنا كل كميه البيض بتاعتنا. احنا في ال3 كيلو حطينا 12 بيضة. زي ما قلت لكم لكل كيلو من الدقيق بياخد 4 بيضات. كده احنا دوبنا البيض بتاعنا كله. شايفين الكريمة بجد ما شاء الله حلوة وهشة ازاي، وبجد بايدينا من غير مضرب ومن غير عجان. بجد حلوة جدا جدا جدا. بعد ما دوبنا الكريمه بتاعتنا هنبتدي بقى نحط النشادر. لازم اللبن بتاعنا يكون دافي. هنحط لكل كيلو نص معلقه صغيره. احنا هنا حطينا 3 معالق صغيره من النشادر، ولازم تشوفي فوران النشادر في اللبن. لو ما شفتيش الفوران ده ما ينفعش تحطيه على العجينه بتاعتك، يبقى كده النشادر بتاعتك مش مظبوطه، يا اما تعرضت لهواء لرطوبه. لازم النشادر يا جماعه نشوف في الفوران بتاعها. بعد كده هنحط البيكنج باودر بتاعنا، هنحطه على الدقيق وندوبه تماما. وهننزل بكمية الدقيق، هننزل واحدة واحدة علشان ندوب الدقيق بتاعنا في الكريمة. ما ينفعش ننزل بكل كمية الدقيق كلها. زي ما انتوا شايفين هننزل واحدة واحدة. انا بحب استخدم بايدي علشان اقدر احس بالعجينة. انت هنا بتحسي العجينة بتاعتك محتاجة دقيق ازيد، محتاجة لبن ازيد. لكل نوع من الدقيق مش مضمون بصراحة ايا كان نوع. في دقيق ممكن يشرب منك السمنة ممكن ينكرها، فانت بتحسي ده بايديكي. لازم تشوفي انت احتياجك ايه، او العجينة محتاجة ايه، محتاجة دقيق اكتر من الكيلو، محتاجة تزودي لبن. كل ده بتحسيه بايديكي اكتر من المضرب بصراحة. هنا حطينا ريحة الموز، وزي ما قلت لك لو حابه تحطي ريحه الكحك مفيش مشكله، بس بجد ريحه الموز مع الفانيليا بتقلب الدنيا، بتخلي ريحه البسكوت تجنن. كل الناس تقريبا بتبقى عارفه انك عملتي بسكوت. هنا طبعا نزلنا بكميه الدقيق كلها مع بعض ودوبناها، وحطينا ذره الملح، وحطينا الفانيليا بتاعتنا. انا بحب استخدم الفانيليا البودر المعلبه مش اكياس. لو عايزه تستخدمي الفانيليا السايله مفيش مشكله. شايفين العجينه بتاعتنا عامله ازاي؟ هنا بقى بتختبري قوام العجينه. لو لقيتيها اتمسكت كده معاكي ما لزقتش، طريه مش ناشفه، يبقى احنا كده تمام، وصلنا للعجينه المظبوطه بتاعتنا. يلا بقى نلف البسكوت بتاعنا في المكن. انا هنا بستخدم المكنه بتاعتنا اليدوي العادي جدا، ما بحبش استخدم القرطاس. مفيش مشكله لو استخدمتي القرطاس، بس بصراحه المكنه بتطلع البسكوت مظبوط.
يمكن القرطاس بيحتاج انك تزودي سمنة اكتر، لكن انا هنا المقادير بتاعتنا حطاها زي ما انتوا شايفين. مش سمنة كتير، السمنة بتاعتنا مظبوطة جدا جدا. هنحط كل الكمية بتاعة البسكوت بتاعتنا، هنبتدي نرصها وهندخلها الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق، وعلى حسب قوة الفرن بتاعتك. طبعا احنا ما ينفعش نسيبه في الفرن ونبعد، لازم نكون مراقبينه واقفين جنبه. انا عندي الفرن بتاعتي فيها مروحة، فبدخله الفرن وبفتح المروحة، فبياخد لون من فوق ومن تحت زي ما انتوا شايفين كده. لو ما عندكيش مروحة مفيش مشكلة، بتراقبي ان هو ياخد لون من تحت، وبعد كده بنطفي الفرن ونفتح الشواية على الهادي علشان ياخد اللون الذهبي بتاعنا الجميل ده. شايفين البسكوتة بتاعتنا بجد دايبة ازاي وبتتكسر معانا كده بسهولة، مش ناشفة، بجد حلوة قوي قوي. كل سنة وانتوا طيبين. ان شاء الله الفيديوهات الجاية هنبتدي نعمل مع بعض القراقيش بالعجوة والملبن، برضو بطريقة مظبوطة وسهلة جدا جدا باذن الله. انتظرونا الفيديو الجاي. لو لسه مش مشتركه معايا في القناه اشتركي وفعلي زر الجرس، وان شاء الله نتقابل في فيديوهات جديده. كل سنه وانتوا طيبين.